الاخوان لا غادي تشريو الزيت هاد المره، دائما عرفوا شنو تشريو، ودائما عرفوا شني كتهبطوا نكرشكم الاخوان. تبعوا معنا هذا الفيديو هذا وغادي تفهموا كل شيء. تبعوا معنا الفيديو. اللي هو مشى من اكادير والسلطات البلجيكيه حبساته وقالت هذا الزيت العود راه خطير، وراه هذا زيت العود راه ما خصوش يتكال عندكم، حضروا راسكم. خرجت لونسا دفاعا على هذه الشركه ديال زيت العود. اشنو غادي تقول لنا؟ دارت واحد البيان نهار السبت، واسمعوا مزيان. اكد المكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه اونسا ان الاخبار المتداوله دابا ولات بحال شي اشاعه حول ارجاع شحنه من زيت الزيتون المغربي من احدى الدول الاوروبيه بدعوى احتوائها على بقايا مبيد الكلور بيريفوس لا اساس لها من الصحه. هذه الوكاله الفيدراليه لسلامه السلسله الغذائيه بلجيكا هي اللي دارت البيان رسمي. ها هو بيان رسمي. اشنو كتقول؟ كتقول لك ارجاع هذا المنتوج اللي باعوا المحل الفلاني، لو برودوي زيت الزيتون والماركه ديالو واد سوس، ما قالوش شي حاجه اخرى ولا مجهوله ولا واد سوس. المشكل بروبليماتيك، كيقولوا ان فيها واحد المبيد بمستوى ولا بقياس عالي جدا اللي هو الكلور بيريفوس، وبان هذا المبيد معروف خطير على صحه المواطنين، لذلك هذا الزيت كلها خصها ترجع. شنو داروا؟ ها هما حطوا الصوره وكتبوا واد سوس. ها هي وثيقه رسميه. اخوان دائما كيف قلت لكم ردوا البال وعرفوا راسكم اشنو كتشريوا الاخوان، وعرفوا راسكم اشنو كتهبطوا نكرشكم.